وحشتوني. من ضمن الأسئلة المهمة اللي جات لي واحدة بتقولي حاسة ان انا هموت، كل ما بدور ورا جوزي مش عارفة امسك عليه اي حاجة، هو طول النهار على الموبايل، وانا هدفي بيبقى ارد قدام الناس عشان الكل يستفيد، خاصة اما بتكون مشاكل جوهرية بتلمس المجتمع ككل. موضوعنا النهاردة عن الغيرة الالكترونية. في زماننا ده بقت التكنولوجيا داخلة في كل تفاصيل حياتنا، والموبايل بقى اقرب حد لينا، بنصحى عليه وننام عليه ونقضي ساعات طويلة جدا عليه ماسكينه. من هنا ظهرت المشاكل دي اللي ما كانتش موجودة بالشكل ده زمان، ومن أخطرها الغيرة الإلكترونية والشك داخل الحياة الزوجية. طب زمان المشاكل الزوجية اللي كانت مرتبطة بالحياة الواقعية، تأخير وإهمال وكذب وتدخل أهل وضغوط مادية، لكن دلوقتي ممكن بيت كامل يتوتر بسبب رسالة، متابعة على الفيسبوك، تعليق، صورة حلوة، أو آخر ظهور كمان. وكل ده لأن العالم الإلكتروني فتح أبواب كتير للظنون، وفي نفس الوقت قلل مساحة الوضوح. طب قوللنا يعني ايه غيرة إلكترونية؟ الغيرة الإلكترونية ان انت او انت تبقى خايف او متهدد من تصرفات الشريك الآخر على الانترنت. يعني الزوج او الزوجة بيتضايقوا من اضافات جديدة، لايكات متكررة لشخص معين، تعليقات فيها هزار او اهتمام، رسائل مخفية، وقت طويل على الموبايل، أو إخفاء كلمة السر عن أحد الطرفين، أو أحذف المحادثات أول بأول، ومقارنة الشريك بناس تانية موجودة على السوشيال ميديا. والمشكلة إن الحاجات دي ساعات بتكون عادية جدا، ولكن الشك بيحولها لقضية كبيرة جدا. طب ليه التكنولوجيا زودت الشك في حياتنا؟ لأنها بتدي معلومات ناقصة، بنشوف جزء صغير جدا ونقعد نبني عليه قصة كبيرة في خيالنا. شفته اونلاين وما ردش عليا، فبدأت تفكر بيرد على مين. شفتها ضحكت في شات، فتقول هي بتكلم مين بالحب ده. شفت متابعة جديدة على الفيسبوك أو على وسائل التواصل، فتقول هو ليه مهتم بالشخص ده. هنا العقل لوحده بيكمل بقية الصورة، وغالبا بيكملها بطريقة سلبية. المشكلة مش في الموبايل، الموبايل مش هو أصل الأزمة، الموبايل مجرد أداة كشفت اللي جوه العلاقة بجد. لو في ثقة هتعدي بمواقف كتيرة بسهولة، ولو في خوف أبسط موقف صغير هيعمل بينكو أزمة. يعني أوقات كتير الشك الإلكتروني بيكون نتيجة جرح قديم جواك، أو خيانة سابقة، أو إهمال عاطفي، أو نقص في الاهتمام، أو ضعف في التواصل بينك وبين شريك حياتك، أو شعور بعدم الأمان جوه الحياة الزوجية، أو تقدير ذات منخفض لنفسك. فالزوج أو الزوجة مش بيغيروا من شخص على الشاشة، هو بيغير من إحساس داخلي جواه نقصه. طب نقول الغيرة الإلكترونية بتبدأ إزاي؟ نادرا ما بتبدأ فجأة، هي بتبدأ صغيرة جدا. سؤال بريء، مين دي؟ مين اللي عامله لك لايك؟ استفسار بسيط، كنت بتكلم مين؟ ملاحظة خفيفة، انت ماسك الموبايل كتير طول النهار. بعدها لو مفيش طمأنة ووضوح من شريكك أو من جوزك، بتكبر المشكلة لتفتيش، لمراقبة، لمقارنة، لاتهامات، خناقات كبيرة، تهديد بالانفصال، برود عاطفي، وفي الآخر العلاقة كلها بتبقى تحت ضغط كبير جدا. طب تعالوا نعرف ايه هي أنواع الغيرة الإلكترونية. رقم 1، غيرة من الماضي. واحد أو واحدة بيفضل يراقب أي علاقة قديمة، أو صور قديمة، أو أسماء قديمة. رقم 2، غيرة من الحاضر. متابعات، تعليقات، الشتات حالية، ملاحقات، كل الأمور دي أكاونت معين عمالة تابعه، فتح، قفل، امتى، أونلاين، أوفلاين. رقم 3، غيرة من الخيال. ما عندكيش دليل أصلا، لكن العقل بيخلق سيناريوهات وحوارات كبيرة زي الحالة اللي معانا دي. رقم 4، غيرة من المقارنة. لما الزوجة تحس ان زوجها شايف غيرها اجمل، او الزوج يحس ان زوجته شايفة غيره افضل.
طب ايه علامات الشك اللي بتقول انت في خطر او علاقتك في خطر؟ رقم 1، امسك موبايل الشريك واقعد طول اليوم اراجعه وافقره. رقم 2، سؤال متكرر بشكل مرهق للآخر. رقم 3، مراقبة وقت الدخول والخروج على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان إن أنا أزعل من أي تفاعل طبيعي بينه وبين الآخرين، إن أنا أفسر كل حاجة إنها ضدي، وكمان إن أنا أكون ما عنديش راحة جوه البيت بتاعي، وإن أنا أخاف أقول الحقيقة لأن أي حاجة هتتفهم غلط، والإحساس إن أنا متهم طول الوقت. هنا العلاقة بتتحول من جواز لتحقيق مستمر، المفتش كرومبو قاعد فوق راسي طول النهار. طب تأثير الشك ده إيه على الزوج؟ لما الزوجة بتعيش تحت تأثير الشك بتحس إن هي متراقبة، ثقتها بنفسها بتقل جدا وبتتهز، بتبدأ تبعد عاطفيا واحدة واحدة، وبتفقد إحساس الأمان، وبتحس إن محبتها ما بقتش متقدرة زي الأول، وممكن مع الوقت تقول أنا بتعب ليه طالما متهمة في كل الأحوال. طب نيجي لتأثير الشك على الزوج. لما الزوج بيعيش تحت تأثير الشك بيحس إن هو مخنوق، بيبدأ يكتم تفاصيل حياته، بيهرب بالموبايل أكتر، وبيفضل يتعود إن هو تعبان طول الوقت، ويبقى بارد عاطفيا، ويحس إن البيت ما بقاش فيه راحة. طب ممكن يوصل للمرحلة دي، أنا مهما عملت مش هرضيكي. والمفاجأة الخطيرة إن الشك أحيانا بيخلق اللي هو خايف منه. يعني لما حد يضغط على شريكه أو يخنقه أو يحاسبه على كل نفس، الطرف التاني بيبدأ فعلا ينسحب ويخبي، ومش لأنه خايف، ولكن عايز يريح دماغه وعايز يهرب من الضغط اللي وقع عليه. فبيقول الشك شفت أنا كنت حاسس، مع ان سلوكه هو اللي خلق المسافة. طب هل طلب الباسورد حل في الحياة الزوجية؟ ناس كتيرة فاكرة ان الحل ان احنا ندي باسوردات لبعض وخد موبايلي طول النهار وفتش فيه، ولكن الحقيقة ان لو مفيش ثقة هتشك. حتى لو معاك الباسورد ولو في ثقة مش هتحتاجه اصلا. الشفافية هنا مهمة جدا، لكن المراقبة المستمرة طول الوقت عمرها ما كانت علاج. طب ايه الفرق ما بين الخصوصية والسرية؟ لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. الخصوصية ان لكل انسان مساحته الخصوصية الطبيعية. السرية إخفاء شيء يضر العلاقة. مش كل حاجة خاصة تبقى خيانة، ومش كل انفتاح دليل كامل على عدم الحب. طب ازاي نعالج الغيرة الإلكترونية؟ هل أنا شاكك بسبب موقف حقيقي ولا بسبب خوفي أنا الداخلي؟ رقم 2، الكلام بدل التحقيق. قول أنا اتضايقت، أنا اتوترت، محتاج أفهم، بدل ما أقول أنت كذاب، أنت بتخون، أنت أكيد بتعمل كذا وكذا وكذا. رقم 3، يكون في اتفاقات واضحة زي احترام العلاقات الأونلاين، عدم تجاوز الحدود مع الآخرين، عدم السخرية من مشاعر الطرف الآخر. رقم 4، إعادة الاهتمام الواقعي. لما العلاقة الحقيقية بيبقى فيها إشباع، العالم الافتراضي بيخسر جزء كبير من تأثيره علينا. رقم 5، اشتغل على تقدير الذات. أحيانا اللي بيشك مش محتاج يفتش، محتاج يتصالح مع نفسه أكتر. رقم 6، استشير متخصص. لو الشك قهري أو سبب إن هو يدمر العلاقة بتاعتك، فورا الجأ لمتخصص إرشاد أسري. طب هل الغيرة دليل على الحب؟ مش دايما. أحيانا الغيرة حب، وأحيانا تملك، وأحيانا خوف من الفقد، وأحيانا كتير جرح قديم لسه بينزف جواك. الحب الحقيقي مش بس بيتغار عليه، الحب الحقيقي بيطمنك وبيكون في غيرة معقولة. الحقيقة ان ناس كتير مش بتقولها ان في علاقات كتير بتنهار مش بسبب خيانة فعلية، ولكن بسبب الشك المستمر. لان الانسان يقدر يتحمل الفقد والضغط والتعب، لكن صعب يعيش طول الوقت متهم.
الغيرة الإلكترونية عرض من أعراض العصر السريع المنفتح الموجود، ولكن كمان مراية لحالة العلاقة اللي انت عايش فيها. ويا رب أكون فدتكم ودمتم سالمين.